سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وافتح لنا بها أبواب رحمتك يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بصوا ايه رأيكم في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا ده عيش التورتيلا او الرقاق الطري زي ما تسميه يعني. تعمليه بقى بالحشوة اللي انت بتناسبك، يعني بانيه، لحمة مفرومة، شاورما، بسطرمة، الحشوة اللي ايه اللي متاحة ليكي. ما شاء الله جميل وحكاية. يلا بينا نشوف الطريقة. محمد معانا ال3 كوبايات دقيق يا حبايبي ونص، عليهم رشة ملح، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. الدقيق نخلينه كام مرة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. حط 3 معالق زيت، وهنقلبهم ونحط المية بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. العجينة ولا تبقى طرية أوي ولا ناشفة أوي. طلعها كده بقى. ويا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. تقعدي تمسكي العجينة كده، تعملي فيها كده 10 دقايق. كل ما تعجنيها كويس كده تبقى جميلة أوي. يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قطعها كور كده يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي هفردها معاكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد.
المكان ضيق بس على الرخامة. اهو يا حبايبي خلصتها. اللهم صل على سيدنا محمد. هنسويها بقى على البوتاجاز. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تسويها كده في صينية تيفال أو صينية ألمونيا وتقلبيها على وشها وتسوي عليها. جميلة أوي وسهلة. اللهم صل على سيدنا محمد. ويا حبايبي هخلص باقي الكمية. ادي العيش التورتيلا يا حبايبي خلصناه بسم الله ما شاء الله. عاملة الحجمين اهو، الصغير وتحت اهو الكبير. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. وعمل لي كمية كبيرة قوي من 3 كوبايات ونص دقيق. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه رأيكم فيه؟ لو عجبتكم الوصفة وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.